الكوت ديفوار دارتها في اخر نفس وربحت الاكوادور بهدف قاتل. ماتش ما كانش فيه اهداف بزاف ولكن كان فيه صراع كبير وسط التيران. الاكوادور دخلت منظمه وعندها اسماء ثقيله بحال مويسيس كايسيدو وانير فالنسيا، حتى ضربات العارضه جوج مرات، يعني كانت قريبه بزاف تبدل النتيجه. ولكن المشكل ديال الاكوادور كان واضح، كتوصل كتخلق الخطر ولكن اللمسه الاخيره ما كانتش حاضره. ومن الجهه الاخرى كوت ديفوار ما كانتش كتستعجل. فرانك كيسي كيقود الوسط، نيكولا بيبي ويان ديوماني كيقلبوا على المساحات، واماد ديالو كان هو الورقه اللي غادي تبدل كلشي. في الدقيقه 90 الماتش قريب يسالي وكلشي كيقول تعادل قريب، ولكن كوت ديفوار دارت هجمه منظمه على حدود منطقه الجزاء. الكره دارت بسرعه ووصلت لاماد ديالو. اماد ما ضيعش الفرصه، سددها وسجل هدف الفوز. 1-0 لكوت ديفوار وثلاثه نقاط ذهبيه في مجموعه فيها المانيا، كوراساو والاكوادور. هذا الربح مهم بزاف حيت المانيا بدات بسباعيه وكوت ديفوار عارفه باللي اي نقطه غادي تكون غاليه في الصراع على التاهل. اما الاكوادور لعبت مزيان، ضربات العارضه، سيطرت في بعض اللحظات، ولكن في المونديال اللي ما كيسجلش كيتعاقب. الخلاصه كوت ديفوار ربحت بالعقل والصبر. الاكوادور خرجت من ماتش كانت تقدر تربحو او على الاقل ما تخسروش.